طبعا انت لو عايز تتعلم اتعلم، احنا مش بنكئبك من حاجه، بس مهم ان انت لو عايز تخش هندسه تبقى عارف انت داخل على ايه. فمعانا باشمهندس احمد حسام. اتفضل اتفضل. هعلق بس، لو عايز تخش هندسه ما تدخلش، اهرب. طبعا ده كلام نيجاتيف جدا، احنا مش هنسمع له. اوكي. بس عايز تخش هندسه ادخل، بس اعرف انت داخل على ايه، مش تعرف انت قده ولا مش قده ولا ايه الدنيا. ازيك يا مستر حس؟ الله يخليك يا باشمهندس عمر، متشرف جدا بلقائي هنا في البرنامج. شكرا شكرا. احنا بنحب نستضيف عامه العلماء والناس القامه الله يعني في يخليك، الله المجتمع. يخليك، انا عارف. اتفضل. انت جي بي اي كام؟ يعني برضه قبل ما نبدا الحلقه، انا مش عايز نتكلم في موضوع الجي بي اي. خد بالك انا في ثانويه عامه كنت من الطلاب المميزه جدا. جي بي اي البقاء لله. كنت جايب كام في ثانويه عامه؟ انا كنت جايب 97 و6 من 10. جات لك هندسه القاهره؟ جات لي هندسه القاهره، وقدمت ورقي فعلا في هندسه القاهره، وكنت خلاص على وشك الدخول يعني. بس بعد كده رحنا انا ووالدي بقى ووالدتي يعني، فلقينا كريدت. الراجل قعد معانا قال لك تكييف ومواد اسهل والدفعه اصغر، ومش عارف هتبقوا عارفين الدكاتره والدكاتره حباكوا. فقررنا ان احنا ندفع فلوس اكتر وندخل كريدت طبعا. طبعا احنا عشان دخلنا هندسه. التكييف يعني، ابويا قرر يدخل عشان التكييف. طبعا احنا دخلنا هندسه واكتشفنا في الاخر ان دي مشكله كبيره ان الدكاتره تكون عارفاك. يعني ساعات بيحبوك وساعات ما بيحبكش، ولو ما مش بيحبوك وعارفينك فدي مشكله اكبر. ولكن مم. هل المواد فعلا سهله؟ يعني انت شايف ان المواد فعلا سهله مقارنه باصدقائنا او اعزائنا اللي في مين ستريم؟ انا مش شايف ان المواد بتفرق خالص. بالعكس، مواد كريدت زي مواد مين ستريم بالظبط، يمكن بس انت عندك شويه بتركز على السوفت سكيلز. بتاخد بقى مثلا ماده برزنتيشن، ازاي تكتب سي في. حاجات طبعا هي سوفت سكيلز بتبقى شركات مهتمه بيها شويه. اللي هو امم انت ما ينفعش تبقى متخرج ومثلا ما تعرفش تشتغل الباوربوينت، ما تعرفش تعمل الاكسل، ما تعرفش. في حاجات انت بتركز فيها شويه. بتوع مين ستريم بحس ان هم داخلين ديزاين ديزاين، خرسانه خرسانه، ستيل ستيل، كده يعني. غير كده المواد هي تقريبا. وبرضه نقطه الكورس وورك عندهم، هم عندهم دي يدخلوا على طول على 40. مفيش محتاجين داخلين على الفاينل على طول، اعمال سنه من الترم كويزات فاينل خلصت. انا بحس دايما ان هم بيدخلوا حتى الفاينل من 60 اه عندهم. الفاينل احنا عندنا 60. احنا 40. الفاينل عندهم من 60. بحس ان دي في ناس بتشوفها لا ده عيب جدا كبير. انا بشوف ان هو ميزه، لان انا طالب زي مثلا بقعد طول الترم اتدلع واسهر واعمل ومش عارف ايه واجي اركز في الفاينل. فانا لو فاينل معايا من 60 هجيب جريد حلو في الماده. امم غير كده بيبقى من 40، فاللي هو انا اصلا اعمال السنه بتبقى واقعه البقاء لله. فتيجي تروح بقى تجيب ال 40 بتوع الفاينل، اللي هو لو جبت 20 اصلا يبقى كتر خيرك. طب انا اصلا عايز 12. يعني انا في آه، ماده مش عارف اجيب فيها 12 درجه ولا لا. باشمهندس عمر هنا بيتخرج وبياخد ماده شايلها بقاله 3 سنين تقريبا. ما شلتهاش ولا مره. اول مره اخدها والله. بياخد ستيل 2 محتاج 12 درجه، وعمال يبوس رجل الدكتور واتساب انا محتاج 12. الحمد لله ما عادي ردش يعني، عليا. عادي. بس انا مسامحه بحبه. هتنجح عامه، هتنجح، انت ان بتتخرج. شاء الله. انت قلت له ان انت بتتخرج. طب اول ما دخلت الكليه اه. كان ايه انطباعك عن الكليه؟ كنت متوقع ايه ولقيت ايه؟ انا مثلا اول ما دخلت الكليه دي انا كنت متوقع ان انا هلاقي الدنيا لذيذه والناس فرحانه. في مواد صعبه، بس احنا مثلا كنا ايام المدرسه احنا كان في ناس من صحابنا كتير شطار، بس كنا شطار وبنعرف نخرج، بنعرف ننبسط، وعارف الدنيا كانت لذيذة، بنعرف نبالانس بين اللايف والدراسة وكده. أول أسبوع من هندسة عدى ولقيت الدنيا قاعدة بتسود بالراحة. بعد اول كويز طبعا الدنيا بعد أول كويز فيزيكس 1، كويز يا نهار انا اسود. شلتها عامه. أنا معدي بمقبول دي. بعد أول كويز فيزيكس 1 أنا اكتشفت إن هندسة حاجة تانية خالص. وجبت 7، يعني جبت 7 من 10. طب ما ده حلو جدا. وهقول لك ليه جبت 7 من 10 في توبيك جاية يعني. بس حقيقي حابب أعرف أنت كان إيه أول انطباع ليك عن هندسة وإمتى اتغير؟ اول انطباع لي عن الجامعه عامه، انت داخل بقى الحياه الذهبي، هتسافر مع اصحابك وتخرج وتطلعوا مش عارف السخنه دي يوز ولا حاجه، والدنيا تبقى حلوه جدا. لقيت بقى طبعا انت بتدخل. اغلب الشباب اللي معانا اصلا كلهم دخلوا سي سي، اللي كانوا معايا في اعدادي كلهم دخلوا سي سي، والسي سي ده اللي هو التوبات يعني عندنا في المجال. الجي بي عالي يعني. سي سي اللي هو كمبيوتر انجينيرنج. اه، فدول كلهم بقى دخلوا اللي هو اعلى اصلا قسم بياخد من الجي بي. فلقيت بقى كله بيذاكر، كله بيدح. وانا طبعا اللي هو انا اصلا بقعد على القهوه، فاهم، اسهر لحد 5 الفجر، واجي تاني يوم الجمعه الجامعه مطبق.
اللي هو إيه يا جدعان، انا مش بلحق اذاكر، مش بلحق اعمل. لحد بقى ما جت صدمتي مثلا في اول، مش هقول لك الكويزات بصراحه ما كنتش مهتم، يعني انا كنت شايف ان الكويزز حتى ما كنتش عليها لود كبير، فكنت اللي هو عادي قشطه، اجيب 3 من 10 عادي، 5 من 10 جميل. لحد اول ميد ترم. اول ميد ترم انا كنت خارج كان كالكولس 1. فانا طبعا كتبت كلام في الورق اقسم بالله بجد لو في دكتور شافه، انا لو انا مكان دكتور هسحب الكارنيه بتاعي من الكليه واقول له اتفضل بره. فانا كتبت الكلام والدنيا حلوه وبتاع، وانا خارج عارف اللي هو لا انا يعني اتفشخت بس مش قوي يعني. فخرجت فالجريدز بتنزل، فانا ببص، فكان صاحبي قاعد جنبي فبقول له ايه ده الراجل ما هنيش جامد في الميد ترم ده، انا جايب 5 من 10. ف... فلقيته بيبص بيقول لي انت جبت ازاي 5 يا اسطى، انا جايب 15. فبقول له يا ابن اللعيبه اداك 5 درجات بونص. مش معقول. هتلاقي الدرجه من 20 وانا جايب 5. يعني ده كان اول حاجه اصلا. رحت للمعيد قلت له يا باشمهندس انا دلوقتي اول كويز جايب 3 والتاني جايب 4 من 10 والمتر جايب 5، فهل في طريقه اقدر احسن بيها مثلا، هل في كورس اذاكره، في ماتيريال اذاكرها جديده بتاع؟ قال لي بكل هدوء كده، كان باشمهندس احمد، اقول له اسمه إيه؟ عادي. ماشي، كان باشمهندس احمد امام ربنا يخليه، راجل رائع عبقري يعني. بكل هدوء قال لي بص يا احمد، اعمل دروب للماده وحاول تاخدها الترم الجاي او انزلها سمر، هتعديها ان شاء الله. اوكي. بمنتهى الهدوء. عملت له دروب. لا الحمد لله صممت وعافرت وبتاع وعديتها. رحت شايل فيزيكس 1 بقى يعني. طب كويس. رب يعني برضه ما حدش بياخد كل حاجه. ايوه، هي انا فيزيكس 1 كنت شاطر فيها. كنت كويزاتي قلت لك اول كويز كان اسوأ كويز، كنت جايب 7 من 10. بسبب ايه؟ هو ازاي ده كان اسوأ كويز معلش؟ علشان كان هو اول واحد، انت عارف انه بيبقى سهل بتاع حتة الدايمنشنز والحاجات دي. اه. بس انا كنت عندي، هي دي اللقطة، ان انا كان عندي رهبة هندسة. انا كنت بالنسبة لي انا مش جاي لي كويز، انا جاي لي كويز في هندسة. يعني كويز اللي حاطه دكتور، مرعبه قوي. دكتور مهندس. الموضوع انا كنت داخل حاسس، عارف انت الامبوستر سيندروم، انا حاسس كل اللي حواليا اجمد مني بكتير. كل العيال اللي حواليا دي دحيحه وانا جت معايا حظ. يعني انا العيال اللي حواليا كلهم تنانين ويستحقوا عن جداره، وانا قشطه يعني جبت مجموع ودخلت. ده كان احساسي. مم. فلما جالي اول كويز في هندسه كنت مرعوب منه. فلما قعدت احل بسبب التوتر وكده، انا يعني في حاجات سبتها كان ممكن احلها، في حاجات اتوترت لحد ما الوقت خلص. فجبت 7 من 10. مم. بعد كده بقى فهمت الليلة، كنت بمسك كنت بحل مسائل من الملزمة كده، وادخل تاني يوم الاقيها كانت واحل رساله. واقفل. تمام. قعدت فترة كده لحد وكنت مغرور جدا في نفسي وفاكر ان انا خلاص بقى اللي ما جابتنيش ولادة وانا ملك الفيزيكس في مصر. جبت 11 في الميد. ماشي شغال حلو. الميد، ناس كتير اتبهدلت فيه. تمام. قلت تمام، حصل ظروف انا ما عرفتش اذاكر، كنت مكتئب وكده عشان كنت جاي من السعودية وجاي على مصر فما ذاكرتش. دخلت الفاينل. وما ادراك ما الفاينل، انت فاكره؟ كان فاينل يعني انت لو مين مش هتحله. دخلت، جبت مقبول دي. بكام؟ 48 كورس ورك، جبت دي. اللي انت كنت محتاج 12 درجه بتوع النجاح. انا كنت محتاج 12 درجة يعني بتوع انت جبت ال النجاح، 12 درجه بتوع النجاح. وخدتهم رأفة انا متأكد. انا عملت بلاوي جوه، فانا اكيد خدتهم رأفة. فبس دي تجربتي مع فيزيكس 1، وعشان كده انا جبت 7 بسبب الرهبة بتاعت هندسة. هل انت شايف ان الرهبة بتاعت هندسة دي بدأت معاك وتفكت مع الوقت؟ بدات معايا، انا كان عندي رهبه وكان عندي برضو من كتر الرهبه بدات اكره هندسه. خد بالك انا كنت عايز ادخل هندسه من وانا صغير. بدات اكره هندسه جدا، يعني كنت بشوف بقى كله مثلا بيدخل اول سنه كليه وبعد كده لا انا هخلع من هندسه، انا هحول يدخل بقى كمبيوتر ساينس، يروح بيزنس مش عارف ايه. فانا كنت عايز اللي هو طب ما انا عايز ابقى زي الشباب دي، عايز اخرج واتبسط واعمل ومش عارف ايه. جيت فعلا من كتر الرهبه بدات ادخل المواد، الامتحانات بتذاكر انت بتعمل، انت فعلا مش طايق الدنيا، مش طايق دكاتره، مش طايق معيدين، مش طايق اصحابك، مش طايق تنزل الكليه خالص. فالرهبه فعلا كانت شديده في كل المواد، مش في الفيزيكس بس، بالذات كالكولاس يعني. امم. بس في كلها كانت بشعه. اوكي. بس فرهبه هندسه فعلا بدات معايا في اول سنه في اعدادي هندسه كلها، ويمكن اول ترم تخصص في مدني. امم. بدات برضو معايا برهبه، وان انت ستيل مش متعود، ستيل بقى انت داخل على ناس عندها من العلم كتير جدا. يعني الدكتور اللي بيديك مثلا او المعيد حتى اللي بيديك، الدكتور بالذات عنده كميه علم انت لسه على الابيض، انت مش فاهم اي حاجه. فاهم؟ وده بقى بيديك وبيشرح وبيتكلم ومش عارف ايه، وانت اصلا ما تعرفش شكل الخرسانه ايه. انا قعدت اول سنه كامله في مدني انا مش عارف شكل الخرسانه، مش عارف الخرسانه دي مكونه من ايه اصلا. أه بخصوص مدني عامة، أنا عايز أقول لك على حاجة. أنا لما كنت عندي مشروع السي بي إم، اللي هي Construction Project Management،
كنت داخل المشروع، فبنكتب احنا بنود الاعمال ومش عارف ايه وكده. فانا بكتب بنود الاعمال المفروض بتكتب بنود الاعمال بالترتيب. فكتبت في بنود الاعمال ان احنا تمام هنعمل نجاره، عمل نجاره مش عارف ايه وكده، بعدين ان احنا هنصب، بعد كده هنسلح. ما شاء الله ما شاء الله. بعد كده كنت نازل موقع، كنت نازل مع اخويا الكبير موقع. بعد كده لما دخلت هناك لقيتهم حاطين الحديد رصينه. فبسأله انت هو الحديد ليه مرصوص كده؟ راح قال لي عشان هنصب. قلت له احنا هنسلح بعدين هنصب. قال لي اه. اليوم ده كان يوم تسليمة المشروع، كنت مسلمه 12 الظهر، وبعدين رحت مع المشوار ده. انا قعدت ألطم في العربية. انا مش عارف اقول ليه للدكتورة لما اناقشها. مش عارف اقول لها انا ازاي صبيت بعدين سلحت. انا صبيت بعد كده حطيت شويه سياخ كده. ف... فدي كانت اول صدمة، ولحد دلوقتي يعني العيلة كلها بتتريق عليا فيها يعني. كل ما اعمل نفسي مهندس. عندي مشكله مع العيله، لان العيله اول ما انت بتدخل هندسه مدني خلاص بقى. انا ابويا دخل عليا من كام يوم اصلا، من كام يوم كده، دخل قال لي احنا دلوقتي لو عندنا عماره 10 ادوار، 30 في 20 الارض، 30 في 20 وهنطلع بعماره 10 ادوار، تاخد كام شكاره اسمنت؟ هو متوقع ان عارف السؤال. وانا بقول له يعني على حسب الاستراكشر سيستم مش عارف ايه، وعلى حسب الخرسانه، وانا اصلا لو عندي كذا خرسانه كميه خرسانه معينه انا مش عارف هي كام شكاره اسمنت، فانا مش عارف برضه. فاللي هو إيه عمال ده، اقول له انت وحش الكيو اس عشان كيو اس. يعني. يا رب نعديها. ربنا عندي. لو دكتور حسام بيسمعنا يا رب احنا بنتخرج. تاخد كام شكاره اسمنت؟ ده ما اعرفش يا حاج. اعرف منين يعني؟ واي حد بقى عندنا مثلا المقاول اللي في العماره صاحب ابويا، أيوة. نازل اي حته، خد احمد ده هيفيدك، خد احمد مش عارف هيعمل معاك ايه، خد احمد هيقف على العمال. يا عم انا مش عايز اقف على العمال. لا يا عامة بيبقى في لخبطة بين انت كطالب هندسة وانت كمهندس. هما بيتوقعوا ان انت مهندس هتعرف تحسب الشكارة، وهتعرف تحسب هتقعد المشروع ده يقعد كام يوم. يا باشا انا احل لك مسألة ستراكشر زي ما انت عايز. هات لي اجعص مسألة ستراكشر اخلصها لك، بس يعني ما تدينيش اكبر من حجمي، انا لسه طالب.